والله انا كان بقالي فتره كبيره بلبس نظاره، وكنت فعلا متضايق جدا ان انا بلبسها، خصوصا ان انا بنزل سايت كتير وما كنتش بقدر اشوف وشوش الناس كويس. لا اول مره من غير نظاره اهو، شايف وشوش الناس وشايف الدنيا كلها حلوه قدامي. تسلم ايدك بص. استاذ عمرو كان معانا، عملنا عمليه فيمتو سمايل امبارح. فاحكي لي انت ايه مشاكلك كانت مع النضاره وايه احتياجاتك وازاي اخترنا الفيمتو سمايل. والله انا كان بقالي فتره كبيره بلبس نظاره، وكنت فعلا متضايق جدا ان انا بلبسها، خصوصا ان انا بنزل سايت كتير وما كنتش بقدر اشوف وشوش الناس كويس، وكانت يعني كانت مضايقاني جدا. بس الحمد لله فهمت سمايل كان اقتراح حضرتك ليا، خصوصا ان انا يعني كنت عايز حاجه يكون الاستشفاء بتاعها سريع. فالحمد لله عملتها وكله تمام الحمد لله. الفكره مع استاذ عمرو ان هو كان مسافر كمان 5 ايام، هو شغال في انجلترا. عملنا له اشعه تضاريس القرنيه والبنتا كام، بينت لنا ان هو تقريبا جميع انواع الليزك تصيب بسبب الليزر ينفع، الليزك فيمتوليزك الاصلاح السطحي الفيمتو سمايل. بس كان في حاجه فرقت معانا عشان اختيار الفيمتو سمايل. اه اللي هي انا اصلا بلعب بوكس، فقلت للدكتور وقتها يعني انا اتمنى ان انا لما ارجع انجلترا ارجع العب بوكس تاني هناك وكده. فلقينا ان انسب اختيار ان احنا فعلا نروح ناحيه الفيلم سمايل. فيا حاجه كويسه جدا يعني. الميزه في الفيمتو سمايل ان احنا تقريبا ما عملناش قط كامل داخل القرنيه، فنقدر نعيش باريحيه تامه بعد العمليه كان احنا ما عملناش حاجه. احكي لي جوه العمليات كان اخبار ايه؟ خدت وقت قد ايه وهل كانت متعبه ولا لا؟ لا خالص، هي العمليه كانت لا حاجه سهله جدا خالص، ما كنتش متوقع خالص انها تبقى كده بصراحه. يعني هو الجهاز بمجرد ما نزل على عيني مع 20 ثانيه بالظبط. بعد كده الدكتور في حاجه حصلت بعد كده بسيطه جدا، لا بس ما كانش فيه الم خالص، ما حسيتش باي مشاكل خالص. لا يعني الموضوع غير اللي انا كنت متوقعه خالص يعني. استاذ عمرو كان من الناس المتعاونه، فتقريبا العمليه خدت حوالي دقيقتين في كل عين. طيب النهارده احنا بقالنا يوم واحد، شايف النظر ازاي وشايفين ازاي النهارده؟ لا اول مره من غير نظاره اهو، شايف وشوش الناس وشايف الدنيا كلها حلوه قدامي. تسلم ايدك احنا بص. شايفين 1.5 النهارده، 6 6 ومرتين 3 على 6 تقريبا. ما شاء الله، ولسه في تحسن ان شاء الله. ان شاء الله ان الحمد لله شاء على الله. سلامتك. الله يسلمك يا دكتور، متشكر جدا يا دكتور. الحمد لله على سلامتك. شكرا يا دكتور.